الحلقة دي مش غرضها إنها تعجبك، الحلقة دي فيها كلمتين ينصروا الحق وأبرأ بيهم ذمتي قدام ربنا. اتشافوا بقى ما تشافوش مش بتاعتي، اختلفت معايا اتفقت لنفسك. بس في البداية اعمل لايك وشير وسبسكرايب وفعل الجرس علشان تشوف حلقات تانية في المستقبل إن شاء الله. ويلا بينا الحلقة دي مقسومة نصين. أول نص هنتكلم فيه عن فيلم برشامة اللي أنا ما شفتوش، بس هنتكلم عن إفيهاته المسيئة للدين اللي الكل أقر بوجودها والكل كمان زعل منها. والنص التاني هنتكلم كلمتين عن ولاد الأحد الصهاينة واللي بيحصل اليومين دول منهم. لما اتكلمنا من فترة عن فيلم السادة الأفاضل وقلنا بيقدم صورة سلبية عن الفلاحين بحجة المبالغة والعبثية والكوميديا، قلت لا يا عم انت واخد الموضوع على صدرك، والأرياف فعلا ناسهم وحشين ودي الحقيقة ودي كوميديا يا خالد، وبطل تأخر ورجعية، انت بتتكلم بالعاطفة وهكذا. طيب النهارده لو اكتشفنا ان فيلم برشامة بيسيء لكل فئات المجتمع وكمان بيسيء للدين، هتفضلوا ترددوا نفس اللبانة بتاعت دي كوميديا وانت مقفور يا خالد؟ لا معلش، ساعتها يبقى انتوا اللي فيكوا حاجة غلط، يبقى انتوا اللي دماغكم اتغسلت فعلا انكم تتقبلوا فكرة السخرية من اي حاجة وكل حاجة في الدنيا كأنكم عايشين في فلوريدا. اصل كان ايه الفرق بيننا وبين الاجانب في المسائل دي؟ وليه حتى في رقابة؟ ما هو علشان كده، هو مش كل ما بيطلع فيلم فيه مشاهد خادشة ولا عنيفة الرقابة بتشيله وبيقولوا لا دي لا قيمنا ولا اخلاقنا؟ مش بنهاجم لما حد بيطلع يعمل دور مثلي ولا ديون نقول لا مش اخلاقنا ولا قيمنا؟ طب ليه سايبين باقي الخرا؟ طب ليه منعنا فيلم النونو اللي كان هيعمله احمد حلمي عن نصاب مصري في السعوديه؟ مش قلتوا بيسيء لسمعه مصر قدام الخلايجه؟ طب لما نعمل افلام كل يوم والتاني بتسيء لفئات المجتمع اللي جوه مصر، الاقاليم والارياف والصعيد والمتدينين، ده مش بيسيء لنا برضه؟ يعني مفيش عرب وخلايجه وغيره هيشوفوا الافلام دي؟ ما الافلام دي كده كده بتتوزع عندهم في السينمات وهياخدوا نفس الصوره السلبيه عننا. طيب فيلم احمد واحمد لما شفناه مثلا كان فيه كميه ايحاءات جنسيه ودينيه، احمد فهمي كاد يكون سب الدين في مشهد من المشاهد. فين ربنا من المعادله بتاعتكم؟ فيلم السلم والهيجان اللي الشخص اللي عمله كان مطبق على فيلم بورن وخياله كله كان جنسي صرف وقايم على تشويه الوظائف وربطها بالجنس. ايه؟ باسم سمرة في مره في مسلسل العتاوله بيقولوا له احلف قال لهم والانجيل. الو؟ ايه؟ طب دلوقتي لما نقول افيهات على الائمه الاربعه وان الشافعي قال يجوز اسلم عليكي والامام احمد قال لا وانا غيرت المذهب، لا نقول لو كنت ايام النبي كان نزل فيكي صوره لوحدك زي ابو لهب، ولا نقول انا كل يوم بتوب وتوبت تتقابل تاني يوم وكأن ليك سلطه عند ربنا او واسطه يعني استغفر الله العظيم، ولا نقول ايه الاصرار ان انا ادخل النار هيدوك بونص، ولا نقول حد يكسر الصمت ده بتمره قال يعني عشان كسر الصيام بتمره وهي هي هي وكده. كل دي مش تجاوزات في حق ربنا ودينه؟ يا جدعان افهموا بالله عليكم، الخوض في الدين ولو بكلمه اشد من انك تعرض مشهد اباحي او افيه جنسي او انك تعرض واحد بيموت واحد ولا واحد بيقطع واحد. اتقوا الله، ده كلام ربنا، مفيش حاجه ليها قدسيه اكبر منه. ربنا بيقول ولئن سالتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا كفرتم بعد إيمانكم. يعني ده كفر يا اسطى مش مجرد ذنب. اكتر حاجه انت هتستغربها بس هي مزعلاني ان الريفيورز والمشاهدين اللي بينتقدوا التجاوزات دي لا مؤاخذه في الكلمه بينتقدوها بمياعه، اللي هو انا مرتحتش لما سمعت كذا، حسيت انه مش لازم يتقال كذا. احا. انت مش المفروض انك بس ما ترتاحش، انت المفروض ان اي حاجة بتيجي على دينك وتحول كلام نبيك او تتألى على الله وتنسب له افعال لمجرد الضحك انك تقاطعها. انت المفروض زي ما طلعت قلت الفيلم الفلاني قليل الادب تطلع وتقول امنعوا الفيلم ده، زي ما ناس رفعت قضايا على فيلم السلم والحيحان ما ترفعوا قضايا على ده، وارفعوا قضايا على السادة الافاضل من قبله اللي اكتشفت انه كان واخد سكة اسقاطات دينية بعدها وانه ما كانش مجرد بيسيء للفلاحين. انا ما كنتش واخد بالي وطلع قال لك ان بيومي فؤاد ده والعياذ بالله كان بيجسد الاله وانه مش عارف يتصرف وكلهم هم اللي بيتصرفوا حواليه، والرمزيه بتاعه اللوحه حسبي الله في اللي قصد ده وامر بيه. تيجي دلوقتي تقول لي ما ارتحتش، وتيجي تقول لي ده هو كان قصده الكلام على لسان الشخص وان معناها ان الشخص هو اللي وحش، وتيجي تقول لي ده بينقل واقع. يا عم احا. انا شبعت من البقين دول. اقول لك كلمتين تقدر تجيب لي قسيس متطرف؟ تقدر تجيب لي قسيس متحرش بيستغل غرف الاعتراف؟ تقدر تتكلم عن اللي بيحصل في الاديره مع الراهبات؟ تقدر تجيب لي رجل دين مسيحي او يهودي بيخالف دينه ومدعي التدين لكن منافق وبلا بلا بلا وبيعمل عكس ما يؤمن والحاجات دي؟ تقدر تعرض لي شبهات في الدين المسيحي زي ما بتمسك الشبهات في الاسلام والحجاب وفيلم الضيف والملحد وغيره؟ ما تقدرش. وهتقول لي لا اصل دول اقليات وما ينفعش ودي فتنه. طب هو مفيش غير الاسلام؟ هتقول لي اصل برشامه مقصود بيه ان المتدين منافق او المتدين الفلاح ده وحش لكن الدين حلو وان الشخص ده هو اللي بيستخدم الدين غلط. هقول لك ما انت كده برضه بتسيء للمتدينين او للفلاحين او ايا كان، انت كده بتسيء لنفس الناس اللي الراجل ده شبههم او بتسيء لنفس بيئه الشخص ده او مكانه. محمود مهدي لما طلع انتقد فيلم برشامه وقال انه مرتاحش للكلام اللي اتقال ده
بعدها قال لهم ينفع يكون فيه هزار في الدين بس بالمعقول، واستشهد مثلا بالشيوخ اللي بتقول حاجات على سبيل الدعابة في الخطبة. بس شتان الفرق هنا بين ان واحد حصل له موقف انه نسى آية، او حكى ان حد اتلخبط، او شيخ قال نكتة عادية نفت عنه التشدد والتطرف. هو كده شيخ قال حاجة مضحكة ولكن مش سخرية على دينه. الشيخ مش هو الدين. وفي فرق بقى بين ان واحد قاصد يلخبط في المقدسات والنصوص علشان يعمل ضحك، وقاصد يلعب بالكلام. ده ممنوع تماما. فهنا ما نقولش ان ينفع هزار في الدين، ينفع يكون في رجل دين بيهزر ونجسده، رجل دين مرح وفكاهي ونجسده في السينما والتلفزيون عادي. فسيبك من جو الحلاج وابو نواس والحريات واللي كانوا بيكتبوا شعر موجون وكفر في الاخر يقول لك ده تاب، ده نيته صافيه. لا، نيته صافيه بس بيقول كفريات بغرض التجاوز وبغرض اللعب في المقدسات، فهو معرض. ما تابش فهو معرض. ربنا مش مادة للسخرية تستعرض إبداعاتك المكتومة المليانة بالزندقة والكفر فيها، وتطلع كبتك بحجة الحرية، وتطلع علمانيتك وشبهاتك جواها. وبطلوا تحتجوا عليا بقصة إن الأفلام بتنقل الواقع، عشان أنا رديت قبل كده على النقطة دي بمثال إن الجنس بيحصل في الواقع. فهل معنى كده إن البورن لازم يتعمل؟ هتقولي لأ، عيب. الاحتجاج ده اسمه تدليس ودفاع عن هواك الشخصي مش أكتر. أما دلوقتي باقي كلامنا هيكون عن ولاد الأحبة اللي هم الصهاينة. لو ما تعرفش فأحب أعرفك إن اليهود بيستعدوا لتعجيل نزول المسيح المخلص عندهم، اللي هيبني لهم الهيكل الثالث عن طريق هدم المسجد الأقصى وبناؤه مكانه. وبعدها هتكون خطتهم هي توسيع حدود دولتهم بحيث تشمل فلسطين كاملة، وهضبة الجولان المتاخدة في سوريا والأردن وسيناء ودلتا مصر وجنوب لبنان واجزاء من غرب العراق، وبيقولوا كمان حتت من شمال الحجاز في السعوديه. ويذكر ان المسيح اللي مستنيينه اليهود هو المسيح الدجال ومش سيدنا عيسى عليه السلام، واخر الزمان هينزل سيدنا عيسى ويخلص عليه. دلوقتي المناهج دول بيجهزوا الطقوس بتاعتهم علشان ينفذوا ده، والطقوس دي بتتضمن تقديم بقره حمراء وذبحها وحرقها علشان رمادها يطهرهم، وبعدها هدم المسجد الاقصى علشان في اعتقادهم انه هيبنوا مكانه الهيكل الثالث، اللي في اعتقادهم برضو انه مبني فوق هيكل سيدنا سليمان اللي بناه بمساعده الجن زمان للعباده ولتوحيد الله. وحسب ايمانهم ان الهيكل ده هيبقى مقر ادارتهم وعبادتهم اللي شايفين انهم احق بيها من المسلمين الموحدين. واول القرارات دي تمهيدا لكل ده كان قرار اعدام الاسرى الفلسطينيين اللي صدر من الكنيسة امبارح او اول امبارح تقريبا. 10800 اسير فلسطيني هيتهدموا. الواحد قسما بالله بيتكسف من نفسه لما يقعد يقول انا عندي مشاكل ولا حاسس بالوحده ولا عايز اتجوز ولا مكتئب. أحا. في ناس كتير كل يوم على الاقل بيموت حد من عيلتهم او معارفهم او صحابهم ومتاقلمين مع ده، وما شاء الله صامدين واقوياء وايمانهم اعلى مني ومنك 100 مره، وانا اللي همومي اتفه بمراحل زعلان، وانا وانت مش عارفين نتنيل نعمل حاجه. انا بقول كلمتين النهارده اخلص بيهم ذمتي وابرأ بيهم نفسي قدام ربنا، واسال الله العظيم ان يطهر قلبي من اي رياء او نفاق. بس زي ما بنتكلم في الهلس نقول كلمتين حق. خطوة إعدام الأسرى دي لو تمت صدقني بعدها زي ما الخول بتاعهم قالك هيتحججوا إن صاروخ إيراني هدم الأقصى ويبدأ المخطط الكبير. وعد الله نافذ بالقرآن إنهم مش هيكملوا. ربنا بيقول فإذا جاء وعد الآخرة يسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. وآية تانية بتقول وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. دي رسالة لإخواتنا ولينا مهما الظلم طال. ربنا مش هيكملها لهم على خير، بس واجبنا نوعي ونعلم اللي ما عندوش معلومة. أنا نفسي لحد امبارح معلوماتي كانت ناقصة وقليلة، لسه لحد دلوقتي قليلة، وممكن أكون بقول معلومات مغلوطة، بس أنا على الأقل بجتهد الحمد لله. المهم لو ما تعرفش قيمة المسجد الأقصى فهو أول قبلة ومكان كانت الصلاة ناحيته، وبعدها توجهت القبلة للكعبة، وهو تاني مسجد اتبنى في الأرض، ومسجد بمعنى تاني مكان اتبنى بهدف العبادة للموحدين بالله. والكلام ده كان في بداية الخليقة من أيام سيدنا آدم. والمسجد الأقصى هو المكان اللي أسرى الله بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام ليه، وصلى فيه النبي إمام بجميع الأنبياء، لإتمام الدليل إن الإمامة أصبحت للإسلام يقود باقي الأديان السابقة. المسجد الأقصى مبارك ورمز إسلامي زيه زي الكعبة المشرفة. إحنا مغيبين ومش عاطين لأي حاجة قدسيتها ولا أهميتها. الهلس لهنا كتير، ولا عارفين إن القضية فعلا قضية دين مش سياسة ولا اقتصاد، ولا عارفين إن اللي بيحركهم دينهم، ولا عارفين إن غيرتنا على ديننا بتأمرنا نكون على الأقل محموين أكتر من كده. بالله عليك خلصوا ضميركم قدام ربنا، اتعلموا عن دينكم وقدسيته، اتعلموا عن رموز الإسلام ومقدسات. ما تسيبوش حد يهين حرف من مقدساتكم، لأن كل من هب ودب عمال بيخبط في الموضوع ده. ما تسيبوش الإسلام يبقى حيطة مايلة كل علق يخبط فيها شوية، وفي الآخر كل اللي بيخبط ده بيكون أجهل من النعجة. ادعوا لإخواتكم وادعوا لنفسكم بطهارة القلب وخلاص النية لله وحده. أنا أسوأ واحد في الدنيا، أنا مش أحسن منكم في حاجة، ربنا بس ألهمني إني أعمل حاجة كويسة، والحمد لله والشكر لله على ده. ربنا يلهمكم جميعا، وسلام.